السلام عليكم اخواتي. اليوم نقدم لكم صابلي مالح باشكال مختلفه، وكيجي مقرمش، والشكل ديالو كما كتشوفوا غزال، راه زوين ولذيذ ومقرمش في نفس الوقت، كيذوب في الفم. الشكل ديال اللي فوق منه لوزه، والشكل اللي فوق منه هذا الشكل هذا خضار جافه، وشكل اخر كمون حبوب، وشكل اخر فيه زريعه عباد الشمس، وزريعه البيضاء اللي هي زريعه القرعه اللي كنسموها حنا زراعه القرعه حمراء، وهي كتكون زريعه بيضاء واللب ديالها اخضر. المقادير كالتالي: 3 معالق ديال نشا، 250 غرام ديال الزبده عاديه، معلقه صغيره مع مراش ديال ثومه بودره، معلقه مع مراش صغيره ديال البصله بودره، 3 معالق ديال زيت العود، زيت البلديه، ملح معلقه صغيره، 3 ديال فرماجات متلتين، وشويه ديال الماء. هنا كاين نص كاس ولكن هو راه غير شويه ديال الماء، ومعلقه صغيره ديال الموطارد. للتزيين كاين اللوز، كاين الكمون حبوب، كاين زريعه عباد الشمس، زريعه البيضاء اللي هي زريعه القرعه، وهنا خضار جافه. عندي هنا 6 كيلو ديال الدقيق، هو الدقيق كيبقى على حسب الخليط. كناخدو الزبده 250 غرام، كنضيفوا ليها 3 ديال فرماجات متلتين اي نوع بغيتو، الملحه معلقه صغيره، بغيتو تزيدوا تملحوا اكثر ممكن على حسب الذوق، انا ما كنبغيهاش مالحه بزاف. ثومه غبره، البصله غبره، موطارد. نبداو كنجمع الخليط، كنزيد الزيت، كنزيد الخليط، كنبدا نجمع حتى كيتجانس الخليط، وكنزيد عليه الدقيق، كنزيد غير شويه بشويه باش ما تقصحش هي العجينه، وكنزيد النشا صافي، وكنعجن بيدي حتى كنحصل على عجينه، وكنزيد عليها واحد شويه ديال الماء، تقريبا 2 معالق صغار ديال الماء ولا معلقه كبيره، حتى كتجمع العجينه وكتعطيني هذا الشكل هذا. كنفرقوا على 3، كناخذ 2 بلاستيكات، كندير شويه ديال الدقيق باش ما تلصقش ليا، وكنسرح العجين. العجين ما خصوش يجي رقيق، يعني السمك ديالو كيكون شويه غليظ كيف ما كتشوفوا في الصوره، وكندير الطوابع على حسب الشكل اللي بغيت. هنا درت 5 ديال الاشكال ديال الطوابع. هنا كناخذ بيضه كنطربها مع السوجه، بغيتوها تجي شويه مالحه زيدوا شويه الملحه، ما بغيتوهاش تجي مالحه بزاف كتخليو غير السوجه وبيضه. انا هنا درت غير السوجه وبيضه، ما بغيتهاش تكون مالحه بزاف. صافي كندهن كاع الصابلي ديالي، دوك الشكيلات اللي درت كندهنهم مزيان، كنبدا ندردر عليهم الزرارع اللي عندي والخضره اليابسه يجيو بهذا الشكل هذا. من بعد كنعاود ندهنهم من الفوق باش ما يطيحوش ليا دوك الزريرعات، كنعاود ندهن فوق منهم كما في الصوره، وفي نفس الوقت كيتشدوا ليا دوك الزرارع
واللوز. هانتوما كيف ما كتشوفوا. من بعد كندخلهم على حراره متوسطه، نشعليهم من التحت وعاد نشعليهم من الفوق. ممكن تشعلوا من الفوق لتحت وتنقصوا الحراره، درجه الحراره ديال الفرن. وها هو الشكيلات ديالنا ملي طابوا. هما كياخذوا شويه الطياب ملي كتنقصوا العافيه في الفران، كياخذوا شويه الطياب لانه ما فيهمش السكر، يعني غير صبروا عليهم حتى يطيبوا وكيجيو مذهبين وهشاش وروعه وغزالين بزاف عاد. يعني جربوهم وراهما ساهلين. وهذه هي الكميه اللي خرجت لي انا في هاد المقادير اللي عطيتكم. هذه هي الكميه، يعني الكميه لا باس بها. يعني فحطها بحال هذا الشكل نهار العيد ولا الوقت اللي يجيو عندكم الضياف. هانتوما شفتوهم هما ملي تكونوا مشعلين ليهم من الفوق، يعني نقصوا ليهم حتى ياخذوا داك اللون الذهبي. وما تنسوناش بالاعجاب والبارطاج، ونكون شاكره لكم وعشركم مبروكه.